السبت 31 أكتوبر 1999 الساعة 51 دقيقة بتوقيت نيويورك، بالتحديد 60 ميل جنوب جزيرة نانتوكت، الرحلة رقم 990 مصر للطيران سقطت في المحيط الأطلنطي. 217 راكب منهم 14 طاقم الطيارة كلهم ماتوا ولم ينجو منهم أحد. كارثة بكل المقاييس، والكارثة الأكبر إنها ما اتحلتش لحد النهاردة. مفيش إجماع على سبب السقوط، فيه اللي قال إنه انتحار، وفيه اللي قال إنها أعطال في الطيارة، وفي اللي قال إنها اتضربت بصاروخ، وكل جهة منهم مصممة على رأيها وعندها إثباتاتها على رأيها ده. تعالوا نجيب القصة من أولها ونسردها، وهتعرفوا أنا مايل لأنهي جهة ومقتنع بأنه رأي، وأكيد ولازم أعرف رأيكم كلكم. وقبل كل ده السبسكرايب واللايك، لأن الدعم حقيقي بيفرق. بداية الرحلة كانت مطار لوس أنجلوس الدولي متجهة إلى القاهرة، ولكن لأن الرحلة طويلة جدا بتستغرق 15 ساعة تقريبا، الرحلة دي كان متحدد لها الترانزيت يكون في مطار جون اف كينيدي في نيويورك. وبالفعل الساعة 11:20 دقيقة بالظبط توصل الطيارة لمطار جون اف كينيدي. معلومة جانبية لكنها مهمة جدا لازم نبقى عارفينها، وهي إن الرحلة دي متكررة وكانت بتحصل دايما في الوقت ده، من لوس أنجلوس لنيويورك، من نيويورك للقاهرة. طاقم الطيارة في الرحلة دي كان فيه الكابتن أحمد الحبشي والمساعد الأول جميل البطوطي. دول كانوا الأوبريتنج كرو اللي بيبدأ الرحلة. أما الريليف كرو هو الطاقم اللي بيبدل معاهم، ده طبعا لأن الرحلة بتبقى طويلة جدا زي ما قلنا. كان بيتكون من الكابتن رؤوف نور الدين والمساعد الأول عادل أنور. الطيارة كان محدد لها إنها تخرج من مطار جون اف كينيدي الساعة 12 بالظبط، إلا إن ضابط المطار تواصل معاهم كذا مرة، في كل مرة كان بيحدد ميعاد ويغيره. كذا مرة اتكررت الحركة دي لحد ما جت الساعة 1:19 دقيقة وادالهم إذن الإقلاع، وقال لهم يغيروا الخط الملاحي اللي كانت الرحلة مجدولة عليه. ده بسبب إن الخط الملاحي اللي كانت مجدولة عليه الوقت مزدحم بمرور الطيارات. وبالفعل أقلعت الطيارة الساعة 21 دقيقة بالظبط، يعني متأخرة على ميعادها ساعة وتلت، وكمان ماشية على خط ملاحي مختلف. أقول لك كل ده عادي، كل ده بيحصل ووارد جدا. لكن الغريب، وابدأ ركز معايا في النقطة دي، إن بعد مرور 28 دقيقة بالظبط تواصل معاهم نفس ضابط المطار، وطلب منهم إنهم يغيروا تردد الإرسال بتاعهم، بحجة إن التردد ده جودة صوته سيئة ومش أحسن حاجة. وهم تمموا على كلامه ونفذوا اللي اتقال. وفي أقل من دقيقتين والساعة 51 دقيقة الكل يفقد التواصل مع الطيارة وتختفي من على الرادارات، وده معناه إنها سقطت في المحيط. وعلى الساعة 3 تقريبا مطار جون اف كينيدي أعلن إنه فقد الاتصال بالطيارة تماما. عارف إنك الوقت عندك أسئلة وعايز تسألها، بس هقولك استنى شوية، في أسئلة تانية هتحب تسألها كمان، فنجمعهم كلهم مع بعض. وهسألك أنا سؤال الوقت، هي الطيارة وقعت يوم إيه؟ هتقولي يوم 31 أكتوبر 1999. هقولك يوم 31 أكتوبر 1999 الإعلام الأمريكي اللي عمره ما اتحد على رأي فجأة كده أجمعوا كلهم مرة واحدة إن ده انتحار. بعد شوية قالوا لا ده عمل إرهابي، لا بعد شوية قالوا إن كان في راكب اسمه لوكاس هاربر، وهو في المطار اتواصل مع حبيبته وقال لها إنه مش مرتاح للرحلة دي، وإنه شاف طاقم الطيارة بيتخانقوا مع بعض. وكلام غريب عجيب سهل أي حد يقتنع بيه، خصوصا إنه استمر 15 يوم متواصلين، لحد ما فرق البحث لقيت الصندوق الأسود والجهات المختصة بدأت تهيئه للاستماع. يوم 14 نوفمبر 1999 أمريكا هنا عملت حاجة غريبة جدا في اليوم ده، وهي إنها منعت أي طرف مصري وأي جهة تحقيق، اللي بالمناسبة جهة التحقيق هي جهة أمريكية، مجلس الطيران الفيدرالي، والجهة الوحيدة اللي سمعت التسجيل لوحدها هي المخابرات الأمريكية فقط. غريبة مش كده؟ ومن وقتها وبدأ الإعلام الأمريكي يقول إن ده انتحار إرهابي، وإن مساعد الطيار جميل البطوطي انتحر، حتى قال لقد اتخذت قراري إلى أن ألقى الرب. هنا ومع الضغط المصري على أمريكا، مصر أرسلت فريق تحقيق كامل، وقرروا يبدأوا التحقيقات من الصفر. ولما سمعوا التسجيل ما سمعوش أي كلمة تدل على الانتحار، بل حتى ما لقيوش الكلام المنسوب لجميل البطوطي في الإعلام، لقد اتخذت قراري إلى أن ألقى الرب. ولما واجهوا أمريكا بكده، أمريكا وجهت اللوم كله على فريق المترجمين. طب والراجل اللي الإعلام عمال يهد في سيرته ويهد في سمعته، والمجتمع اللي عمال يصدق الكلام ده؟ مع مرور الوقت في التحقيقات المشتركة، الصندوق الأسود بين إن الطيارة كانت على ارتفاع 33 ألف قدم لحد الساعة 1:49 دقيقة، وفجأة المحركات كلها اتقفلت ونزلت الطيارة لارتفاع 19 ألف قدم في 34 ثانية بس.
وبعدها طلعت ل24,000 قدم ومن بعدها نزلت في المحيط مباشرة. ده معناه إيه بالنسبة لك؟ لما تيجي تحقق وتربط الرادارات وتسجيل الصوت والتوقيتات والشهود هتعرف توصل لرأيي. احنا قلنا الطيارة ميعادها اتغير كذا مرة، والخط الملاحي اللي بتمر منه دايما اتغير، وأقلعت الساعة 21 دقيقة بالظبط، ولما بقت فوق المحيط خدت الإذن الساعة 1:41 دقيقة، وفي 1:48 ضابط المطار تواصل معاهم وقال لهم يغيروا تردد الإرسال بتاعهم. والساعة 1:49 الكابتن أحمد الحبشي استأذن يدخل الحمام، بعدها بحوالي 6 ثواني في جملة أو كلمة اتقالت في التسجيل الصوتي بس مش واضحة أبدا، غريبة. الكلمة تحسها متغروشة مقصوصة متعدلة. أصل غريبة الكلمة دي بالذات اللي ما تبقاش مفهومة، وشمعنى في التوقيت الحساس جدا ده، وشمعنى اللي قبلها واللي بعدها مفهوم. إيه اللي هي؟ ليه؟ واتقال إيه؟ هل اتقال صاروخ مثلا؟ هل اتقال طيران حربي؟ أصل لما تيجي تفتكر إن المخابرات الأمريكية هي اللي سمعت التسجيل أول مرة لوحدها، هتبقى عايز تعرف هي كانت عايزة تسمعه ليه لوحدها الأول؟ ليه هي خايفة يكون اتقال فيه إيه؟ تعال نكمل بعد العبارة الغامضة اللي اتقالت. بعدها بثواني المحركات اتقفلت تماما، والطيارة خدت زاوية 40 درجة في سقوط أشبه بالسقوط الحر من 33,000 قدم. في الثواني دي الكابتن أحمد الحبشي رجع كاميرا القيادة، وأول كلمة قالها أنت قفلت المحركات؟ خد بالك، ده مش سؤال استفهامي، مش عايز يعرف ولا لأ ولا ليه، ده سؤال توكيدي اللي هو بتأكد منه إنه قفل المحركات. فالمحركات اتقفلت في الوقت ده عشان يحاولوا يختفوا من قدام صواريخ البصمة الحرارية، والسقوط الحر اللي بزاوية 40 درجة ده كان عشان يهرب من مجاله. ولما الكابتن أحمد الحبشي فضل يقول له شد معايا شد معايا، هنا اللي مش عارفين في دراع تحكم قدام كل طيار. دراع التحكم ده لو نزلته لتحت الطيارة تنزل لتحت، لو شديته معاك لفوق الطيارة هترفع لفوق. ودراع التحكم سواء للطيار أو لمساعد الطيار حركتهم مماثلة تماما، يعني لو واحد نزل التاني بينزل معاه، لو واحد اتشد يطلع لفوق التاني بيطلع معاه. فلما قال له شد معايا ظهر في الصندوق الأسود إنها فعلا طلعت من 19,000 قدم ل24,000 قدم، وده دليل على إن البطوطي كان بيتجاوب معاه، وإنه مش مكانش بيتجاوب. أعتقد أنت لو دخلت مكان ولقيته بيولع وفي واحد بيولع فيه بإيده، مش هتروح تقول له تعالى ساعدني نطفي المكان ويجي يساعدك، ويجي يساعدك فعلا ويشد معاك، والطيارة ترتفع من 19,000 قدم ل24,000 قدم. لكن لما الطيارة وصلت ل24,000 قدم فجأة كل شيء سكت، والطيارة وقعت في المحيط. ده ملوش غير معنى واحد بس، وهي إن في صاروخ ضرب الطيارة. ركز في النقطة دي. في نفس اللحظة وفي نفس المكان طيارة الخطوط الملكية الأردنية رقم 262 مساعد الطيار عواد الراشد صرخ وقال الله أكبر كذا مرة، ولما قائد الطيارة سأله فيه إيه رد وقال إن هو شاف جسم مولع عملاق متجه ناحيتهم وعدى من تحتهم وسقط في المحيط. ولما وصلوا الأردن عرفوا إن في طيارة مصرية وقعت في نفس المكان والتوقيت، فتأكدوا إن اللي المساعد شافه كانت هي الطيارة دي، وبالفعل كتبوا تقرير باللي شافوه. لكن بعد مرور كذا ساعة الطيارين دول وقعوا على وثيقة نفي إنهم شافوا أي شيء أصلا. أعتقد جه وقت أسئلتك وأسئلتي، لكن يا صديقي قبل ما تفرح الأسئلة دي ملهاش إجابات. مش غريبة رحلة واحدة يبقى عليها 33 ضابط جيش مصري من أعلى الكفاءات و7 علماء بترول و3 علماء ذرة، منهم مساعد العالم المصري يحيى المشد صاحب تطوير المفاعل النووي العراقي اللي تم اغتياله في فرنسا سنة 1980. فكر كده، مش غريبة العدد الكبير ده من الكفاءات يخلصوا مهامهم وتدريباتهم ومصالحهم في أمريكا وبقدرة قادر يتجمعوا في يوم واحد في طيارة واحدة؟ بذمتك مش هدف سهل يتجاب؟ ليه الطيارة دي بالتحديد اللي اتحركت في الرحلة دي، والطيارة دي في الليلة اللي قبلها مرت ب3 أعطال، منهم عطل في الطيار الآلي واللي قال كده الكابتن جمال عرام اللي طار بالطيارة من نيويورك للوس أنجلوس، وقال إنه ما كانش مرتاح للطيار الآلي أبدا لأنه ما كانش عارف يهبط بالطيارة في مطار لوس أنجلوس، حتى ما كانش عارف مكان المدرج. ليه ميعاد الرحلة دي بالتحديد اللي اتغير كذا مرة؟ وليه الخط الملاحي اتغير؟ وليه لما بقت فوق المحيط اتقال لها اتغير التردد؟ كل التغيرات دي عشان ما تلحقش تتسجل في جدول خطوط الطيران.
اللي بالتالي هيئة الدفاع الجوي لما تيجي تبص هتلاقي إن في طيارة ماشية في مكان وزمان المفروض الوقت ده ما يبقاش فيه طيارة، وبالتالي لما يجوا يتواصلوا معاها على تردد الإرسال بتاعها وهي ما تردش، ده معناه إنها خطر بيحلق في المجال الجوي بتاعه. اللي بالصدفة في النقطة اللي هي فيها في الخط الملاحي الجديد موجود منصة صواريخ، واتضربت لما بقت فوق المحيط عشان أسباب كتيرة أوي، منها مثلا ما يبقاش فيه شهود كتير يأكدوا إن هم شافوها مولعة وهي بتقع، أو ما تقعش مثلا فوق مدينة أمريكية فتدمرها، أو ما يبقاش فيه أثر لبقايا الصواريخ. ليه المخابرات الأمريكية لوحدها اللي سمعت التسجيل أول مرة؟ ليه كانوا خايفين يتقال إيه؟ ليه أمريكا فضلت ساعة كاملة ساكتة بعد سقوط الطيارة ما بلغتش؟ ليه كانوا بيداروا إيه مثلا؟ بقايا الصواريخ؟ ليه الإعلام الأمريكي من أول ساعة بعد الحادثة وهو بيهاجم طاقم الطيارة؟ حتى قبل فرق البحث ما تلاقي الصندوق الأسود ب15 يوم كاملين. ليه هو جاي لهم أوامر بإيه؟ وعلى فكرة في التحقيقات لقيوا مفيش حد اسمه لوكاس هاربر أصلا على الطيارة. وليه حاولوا ينسبوا للبطوطي كلمة أصلا هو ما قالهاش؟ ليه ألبرت جور نائب الرئيس الأمريكي قعد مع الرئيس المصري مبارك عشان يحاول يقنعه إنها عملية انتحار؟ ليه الطيارين الأردنيين رجعوا نفوا كل التقارير اللي قالوها؟ كل دي أسئلة لها إجابة لكن محدش قالها ومحدش اعترف بيها. ولأن أمريكا مش هتاخد منها حق ولا باطل، مصر اتحركت في اتجاه أعطال مجموعة الديل والتيار الآلي. عارفك هتقولي ليه مصر اتخذت الاتجاه ده؟ هقولك أولا لأن علاقات البلدين كانت هتتدمر تماما. ده غير انت عارف ان الكوكب كله هيقولك انت عايش نظرية مؤامرة، وهيقلبوا عليك كلهم، ومش هتوصل لا الحق ولا باطل. أما اتجاه أعطال الطيارة فالكوكب كله مر بأعطال كارثية من شركة الطيارة دي، وكتير من الدول هتقف معانا في هذا الأمر. وقبل ما أقولك إيه اللي حصل في القضية تعالى أما أحكي لك كذا نقطة بخصوص شركة بوينج. نفس موديل الطيارة دي بوينج 767 جه منه مشاكل مهولة في التسعينات، لدرجة إن في طيارتين وقعوا كل اللي فيهم ماتوا. واحدة كانت تبع خطوط النمسا والتانية أثيوبيا. اتحاد إدارات الطيران المدني في 9/11 سنة 2000 عمل فحص على 152 طيارة بوينج من نفس الموديل على النظام الهيدروليكي لمجموعة الديل، وجد إن 52 طيارة منهم فيها مشاكل وبلغت كذا مرة عن أعطال حصلت لها. شركة بوينج في مطلع الألفينات غيرت النظام الهيدروليكي بالكامل في كل موديلاتها واتخلت عن النظام المسبب للكوارث. أما نتيجة القضايا فانتهت ببند واحد بس شركة بوينج بتحطه في جميع عقود البيع بتاعتها، وهو إن بوينج غير مسؤولة عن إصابة أو وفاة أي شخص أو فقدان أو تلف أي ممتلكات بما في ذلك الطائرة نفسها. ودلوقتي في كام نقطة محتاج أقولهم في حق الكابتن جميل البطوطي، وهي إن المنتحر مش هياخد معاه كل تقارير بنته المريضة ويعرضها على دكاترة في أمريكا ويتصل بأهله يطمنهم وهو راجع ينتحر بكل التقارير بتاعتها. المنتحر مش هيكلم زوجته يقول لها خلي كريم ومحمد ولاده يستنوه في المطار عشان جاب لهم فردتين الكاوتش بتوع العربية بتاعتهم. المنتحر كان سهل عليه يقفل الباب عليه أول ما الكابتن أحمد الحبشي يخرج من الكومرة عشان ينفذ مخططه براحته ويمنع أي محاولة من الطاقم البديل أو كابتن أحمد الحبشي فيما بعد إن هم يمنعوه عن إن هو ينتحر. بل الراجل هنا كان بإرادة توكلته على الله وقالها 9 مرات في 12 ثانية بس. هو هنا في حالة اللي هو مش لسه هشرح ولا لسه هرد على الكابتن أحمد الحبشي، هو خلاص بيردد اسم الله ويستعين بيه في الوقت الضيق ده عشان يعمل مناورة ينقذ بيها أرواح المئات اللي معاه في الطيارة، اللي بالمناسبة الكابتن جميل البطوطي كان طيار عسكري، والمناورة اللي عملها كانت شريفة بغرض شريف وهي إنقاذ مئات الأرواح اللي اتعلم كويس جدا في العسكرية إزاي يحميها. وفي آخر الفيديو لازم نترحم عليهم رحمة الله عليهم جميعا. والوقت حابب أشكركم جدا على المشاهدة وأتمنى أعرف آرائكم، وما تنسوش التفاعل بيفرق. شكرا.